ازاي نقدر نعمل توقيع في نهاية البريد الإلكتروني. بعض الأحيان بيجي لنا بريد أو بيجي لنا ان ايميل. الايميل اللي بيجي لنا دوت بنلاقي فيه توقيع من الشركة اللي جاي منها ومن الشخص المعني جوه الشركة باسمه أو بالأحرف الرئيسية بتاعته، الأحرف الأولى، أو بالبوزيشن بتاعه، وبيبقى اللوجو بتاع الشركة موجود والعناوين وأرقام التليفونات. وبعض الأحيان بيبقى فيها سيرتيفيكتس الايكونز المؤسسات أو المنظمات اللي هم شغالين معاها أو المعتمدين منها. هنعمل الشكل العام وهنتعلمه من بدايته بشكل قليل كده، يعني بطريقة بسيطة وسهلة، ونشوف هنظبط الكلام ازاي. الاول انت لازم تروح برنامج زي الوورد مثلا، وانا اعمل لكم لوجو صغير كده واعمل لكم توقيع صغير حاجه شبه كده بالظبط. ده هنتعلم ازاي نعمله ونحوله لصوره، والصوره دي اللي هناخدها على طول ونجري بيها على الاوتلوك عشان نخليها اللي هي السيجنتشر بتاعتنا. ازاي نعمل ده؟ بشكل رئيسي انت هتروح تقول له insert table من خليتين، من خليتين بس كده، مش اكتر من كده. الخليتين دول هناخد اول خلية فوق وهنقول له ان انا هضيف فيها صورة، عايز اضيف picture جوه الخليتين دول. وهروح اخد الصورة من المكان بتاعها، هاجري بسرعة اروح اقول له انا عايز الصورة. انا اخترت لكم صورة صغيرة وليكن دي، جات اهي معانا. عايز تقلل حجمها قلل حجمها على حسب بقى ما انت عايز. وعايز تاخد نص هنكتب نص بالشكل دوت، الاسم والبقى والعنوان وارقام التليفونات والبوزيشن بتاعه. هنكتب الكلام دوت عندنا هنا. وبعدين ناخد الاول منه نسخة. البار اللي بره ده مش مفترض ان يكون موجود، فهروح على اللاي اوت او الديزاين هنا وهقول له شيل لي كل الفورماتس اللي موجوده دي. انا مش عايز اي حاجه خالص تكون موجوده، لا هنا ولا هنا. انا بقف جوه الجدول وبقول له من هنا انا عايز اشيل الفورمات. وبعدين هاخد الصوره دي، هفتح الستارت واقول له اس ان عشان اخد من الاس ان حاجه اسمها السنايبنج تول. والسنايبنج تول دي هقدر اقول له نيو، واجي اخد احدد المكان الصغير ده كده. انا عملت سيلكت لي، هي دي اللي هتبقى موجوده معانا. وبعدين اروح اعمل لها سيف، وهنحفظها في مكان بقى اللي احنا عايزينه، اللي هو ازاي تعمل توقيع في البريد دوت وجوه الايمج هنا. وهسميها مثلا 1212 وهنقول له سيف. كده انت جهزت الايه الرساله بتاعتك. هنعمل مينيمايز لده. هروح فين؟ هروح للمكان بقى اللي انا حفظت جواه ال 1212 اللي هو الصوره. ونقول له هاخد نسخه من دوت كوبي، وهفتح برنامج الاوتلوك زي ما احنا شايفين كده. انت فتحت الوورد، عملت الداتا بتاعتك، عملت الشكل اللي انت عايزه، فتحت وخدت منه نسخة من الروت. هروح اقول له من فايل اوبشن عشان اجري بسرعة على ميل، وهنا هقول له signature. طيب السيجنتشر بقى هنا بيقول لي انا مستني اسلكت السيجنتشر تو اديت. انا ما عنديش حاجة، انا اول مرة افتح الكلام ده وما عنديش حاجة. هقول له نيو اعمل البريد الاولاني او السيجنتشر الاولى SN1، وهقول له اوكي. كده اصبح عندك تحت هنا فاضي ان انت تكتب او تحط ايمج. اقدر اقول له كنترول في جاب لي السيجنتشر اهي اللي انا جبتها. هنا بقى بيقول لي السيجنتشر دي هتروح انت هتخصصها للنيو مسجز ولا في الريبلاي والفورورد. يعني انت عايز بس النيو مسجز دي لما تيجي تعمل كرييت ان نيو مسج يتحط السيجنتشر، ولا عايز كمان وانت بترد على الايميلات يتحط السيجنتشر دي. بعض الناس ما بتفضلش في الريبلاي عشان خاطر الميل لما يكون بترد مره 2 3 4 الميل ما يبقاش حجمه طويل جدا. وبعض الشركات والمؤسسات بتقول لا هو لازم يتحط في نهايه كل ايميل. هنا هنحطه في الاثنين وهقول له اوكي، وهقول بره اوكي. طيب في الحاله دي بقى اول ما هقول له انا عايز اعمل ان نيو ايميل، اوتوماتيك على طول جات السيجنتشر دي.
طيب الوضعيه هنا ايه بقى؟ هو طالع مع مين؟ طالع مع التست. طب لما اقول له انا عايز اطلعه من تيست 2، بصوا اوتوماتيك ما بقاش فيه. ايه ده؟ يعني هو انا ينفع يكون عندي اكتر من ايميل بيطلعوا من الجهاز، كل ايميل ليه السيجنتشر بتاعته؟ يعني الكلام ده وارد انه يكون ونسجله في اكتر، نسجل ده في اكتر من سيجنتشر. طب تتعمل ازاي؟ الموضوع ببساطه، طبعا انا خلاص كده هختار هنا ان انا هطلع ده من تيست 1 او من تيست. نقفل ده خالص، نو. هقول له ان انا هطلع من هنا وادي السيجنتشر، وهطلع على الميل بتاعي واقول له دوت سيجنتشر 001. عايز تكتب طبعا هنكتب اللي احنا عايزينه وهنقول له send. طيب نروح بقى نبص كده بسرعه على ازاي تقدر تحط سيجنتشر تانية. احنا قلنا هنقف على تابة ميل وهقول له سيجنتشر. هنا بيقول لي تيست. طب انا عايز اعمل سيجنتشر لتيست 2. عايز اعمل سيجنتشر لتيست 2، هروح اقول له نيو وهعمل ده التيست 2، هقول له SN2 وهقول له اوكي، دي سيجنتشر جديده، وهقول له ياسر الشبراوي ثانك يو. تمام. وطبعا هنا ثانك يو هتنزل في نيو لاين، وممكن نخلي دي كده نخليها تبتدي. هعمل 3 انتر عشان نبتديها من تحت شويه. عايز بقى تبولد، تكبر الخط شويه، تخلي اللون بتاعه مثلا لون كذا، وان كان اللون يبقى اغمق يبقى افضل. وده هتبقى السيجنتشر. هخصص ده لمين بقى؟ هقوله للاس ان 2، الميل بتاع 2 هخلي مع 2 واخلي مع 2 كده بقى عندنا الايه. اوكي هروح. انت هتبعت من تيست 1، تمام؟ لا انا هبعت من تيست 2. اوتوماتيك على طول بيتغير ايه السيجنتشر. وهقول له انا هبعت للبريد الفلاني وهقول SN2 كده. هو على طول هيقبل الكلام ده وهيبعت. يبقى احنا اتعلمنا دلوقتي ازاي تضيف سيجنتشر. السيجنتشر دي لبريد والبريد تاني، واحدة بصورة ازاي نكريت الصورة، وواحدة تانية بتكست ازاي تعمل التكست. وشكرا، دمتم في امان الله.